بيكتبوا لي في الكومنتات تحت ايه اكتر مسلسل انتوا مستنيينه. هاي حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي ما يعرفنيش، انا اسمي ساره البرادعي، والنهارده هقول لكم كل المسلسلات الجديده اللي هتنزل الشهر ده. يلا بينا. اول مسلسل معانا هو مسلسل ميري تيلز بيبول، ميري تقتل الناس. المسلسل من بطولة لي بيونغ وليمين كاي وكانج كي يونغ. المسلسل بيتكلم عن دكتورة بالرغم ان قتل الرحيم ممنوع ومحظور قانونا، الا انها بتستخدم القتل الرحيم للناس اللي بيعانوا من الالم ويكون ما يقص شفائهم بمساعدة الدكتور لي دهيون. البطل هيكون هو المحقق اللي بيراقبهم، وفي نفس الوقت هيكون في مرحلة متأخرة من ورم في المخ. المسلسل 12 حلقة وبداية عرضه كانت يوم 1/8. المسلسل اللي بعده هو مسلسل My Lovely Journey، رحلتي الجميلة. المسلسل من بطولة جون سي يون وكيم جي يونغ. المسلسل بيتكلم عن عضوة سابقة في فرقة ايدول بتشتغل حاليا مراسلة، بتبان من بره ان هي مرحة الا انها دايما بيبقى عندها قلق على مستقبلها. هتكون في علاقة مميزة مع البطل اللي هو هيكون بيشتغل في برنامجها السياحي، وهي متخرج من قسم الهندسة في جامعة مرموقة. المسلسل 10 حلقات وبداية عرضه كانت يوم 2/8. المسلسل اللي بعد كده هو مسلسل بيوند ذا بار، محامون تحت التدريب. المسلسل من بطولة لي جون ووك وجانج تشي يونغ. المسلسل بيتكلم عن محامي بيتميز بروح المغامرة وبيضغط على خصومه بمنطق إبداعي، بيعجب بيه كل زمايله بسبب مهارته القانونية، إلا إنه صعب التقرب منه بسبب برودة أعصابه. بالنسبة للبطلة هي محامية مبتدئة هتشتغل معاه وهتبقى محامية حقيقية. المسلسل 12 حلقة وبداية عرضه كانت 2/8. المسلسل اللي بعده هو مسلسل لاف تيك تو، الحب للمرة الثانية. المسلسل من بطولة يونغ جان وباك هي جون وتشو يون جي وكيم مين كيو. المسلسل بيتكلم عن عزباء واثقة من نفسها بتواجه المواقف الصعبة ببساطة، وهي بتشتغل في مديرة موقع بناء ومتحكمة في كل حاجة بتحصل هناك. عندها بنت في كلية الطب. الأمور هتتغير بالنسبة للأم لما بنتها دي هتبدأ إن هي تتمرد، وهيدخل حياتها حبها الأول هو أب أعزب بيعيش في سلام وهدوء مع ابنه الوحيد. هتتغير حياته الهادية بسبب دخول حبه الأول وبنتها إلى حياته. بالنسبة للابن هو شاب عاوز إيه من صغره، بيدير مزرعة أزهار، ولأنه خبير في مجال الزراعة هتتجدد مشاعره بسبب دخول لهيوري حياته اللي هي بنت البطل. عدد حلقاته 12 حلقة وكان ميعاد عرضه يوم 4/8. المسلسل اللي بعده هو مسلسل أرجول دايز، أيامنا الذهبية. المسلسل من بطولة جانج أيو وجانج إنسان. المسلسل بيتكلم عن شخص كفء ومعروف في حياته وإنه بارد القلب. البطلة هتكون معجبة بيه وهيرفضها، وبالرغم من ده هتفضل جنبه. والبطلة هي شخصية مرحة ومبهجة وهتكون مديرة مقهى. تركز القصة على الشخصيات والصراعات وبتكشف في الآخر معنى الأسرة. المسلسل 50 حلقة وهيتعرض يوم 9/8. المسلسل اللي بعده هو مسلسل بون أباتين يور ماجستي، وجبة طيبة جلالتك، أو وجبة شهية أو طاهية الطاغية. المسلسل من بطولة يونا ولي تشينمان. المسلسل بيتكلم عن طاهية فرنسية هتصادف ان هي هتفوز في مسابقة طبخ، بس هتتنقل بالزمن للعصر القديم، وهتلاقي نفسها ان هي بتقدم اكلها للملك وهو اسوأ طاغية، وصعب ارضائه في الاكل يعني، فهيعجب باكلها وهيخليها تطبخه. المسلسل 16 حلقة وهيتعرض يوم 23/8. المسلسل اللي بعده هو مسلسل 12 يعني. المسلسل من بطولة ما دونج سوك وباك هونج شيك وسو نجوك. المسلسل بيتكلم عن 12 ملاك خارقين هيكونوا في مواجهة ضد شيطان واحد. المسلسل 8 حلقات وهيتعرض يوم 23/8. المسلسل اللي بعده هو مسلسل ماي جولدن ستار، نجمتي الذهبية. المسلسل من بطولة جون هوا وسونج سانج هون. بيتكلم المسلسل عن شخصية مشهورة ولكن اختفت فجأة، وبعد 25 سنة بتظهر تاني بس فقد ذكرياتها ال25. هتتقابل مع البطل اللي ساعتها هيكون شرطي خلال اكتشاف نفسها من جديد. المسلسل 12 حلقة وهيتعرض يوم 18/8. المسلسل اللي بعده هو مسلسل إيما، سيدة إيما يعني. المسلسل من بطولة ليهاني وبانج هيورين. المسلسل بيتكلم عن صناعة الأفلام في فترة الثمانينات. عدد حلقاته 6 حلقات وهيتعرض يوم 22/8.
وبس كده، ده كان اخر مسلسل معانا. اكتبوا لي في الكومنتات تحت ايه اكتر مسلسل انتم متحمسين ليه ومستنيينه، وما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل حاجه انا بنزلها، واشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.